السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ نورهان. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير يا رب. اليوم جبت لكم وصفه اللي هي سيده المائده الرمضانيه، واللي هو طاجين الحلو. لكن هذه المره جبته لكم بطريقه صحيه توالم بزاف مرضى السكري والناس اللي دايره ريجيم. يجي بزاف بنين وبطريقه سهله. لكن قبل ما نبداو فيديو اليوم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات بيلحقكم كل جديد. وبلا ما نطول عليكم ندوزوا للوصفه. اول حاجه هنا عندي فواكه جافه، عندي كيلة تاع فواكه جافه، المشماش، العنب والزبيب. وعندي نص كيلة تاع التمر. التمر يكون نصف الكميه تاع الفواكه الجافه. صافي اذا كان عندي 500 غرام تاع فواكه جافه، الكميه تاع التمر حتكون 250 غرام. دائما الكميه تاع التمر تكون هي نصف الكميه تاع الفواكه الجافه. الان نجيب هاد التمر نحطوه في بول يكون واسع، وحنضيف عليه كيلة ونص تاع ماء مغلي، يعني يكون ساخن جدا. وحنخليه فيه حوالي 20 دقيقة حتى يطرى لي كامل هذاك التمر. ونفس الشيء للفواكه الجافة، كنت فصلت كل واحدة على حدة، وحنضيف لهم أيضا ماء مغلي ونخليهم أيضا حوالي 20 دقيقة. الآن بعد ما مرت حوالي 20 دقيقة على هذاك التمر وبرد لي شوية الماء، حنجوز الآن باش نميكسيه. نحاول أني نميكسيه مليح. الان بعد ما كملت ميكسيت مليح هذاك التمر، جبت هنا قدره وعليها الكسكاس ديالها كما راكم تشوفوا. كنت ايضا جبت هنا قطعه تاع قماش عقمتها، يعني لازم تكون نظيفه جدا. وايضا لازم يكونوا المسام تاعها ضيقين باش ما تخرجناش من بعد هذا التمر. نفرغوا هذاك التمر كامل وراح نغلقوا على هذا القماش ونبداو نعصروا فيها حتى نخرجوا كامل الكميه تاع الماء اللي كاينه هنايا. هنا نقعدو نعصرو فيها كيما راكم تشوفوا حتى تخرج لنا كامل الكميه تاع الماء. الان بعد ما كملت خرجت كامل هذاك الماء، حتقعد لكم هذه العجينه. لكن ما ترموهاش لانه غنيه بالفيتامينات والالياف، تقدروا تضيفوها في الكيكات وفي العصائر. خبوها في الفريجيدير اذا كنتوا حتستعملوها في وقت قصير، ولا في كونجيلاتور اذا كنتوا حتستعملوها في مده طويله. الان هذاك الماء اللي خرج لي حنحطوه فوق النار، وحنضيف عليه عود تاع قرفه وملعقه صغيره تاع زبده طبيعيه، ونخليه حتى يغلي. بعد ما يغلي كما راكم تشوفوا حنضيف عليه قطع تاع اللحم، وهذا الشيء اختياري. وفي نفس الوقت ايضا حنضيف المشماش والزبيب لانهم يطولوا شويه في الطياب. وحنخليهم يطيبوا يعني حوالي 80% إلى 90%. بعدها حنضيفوا العينة لأنه الطيب في وقت قصير. الآن بعد ما دخل طياب لهذاك اللحم والمشماش والزبيب، يعني طابوا بحوالي 80%، حنضيف عليهم العينة وحنخليها أيضا طيب. والان بعد ما نقصت لاصوص كما راكم تشوفوا هكا وعقادت، حنضيف هنايا 2 ملاعق صغار تاع ماء زهر، وحنخليها تغلي شويه. وبعدها نتلاقاو ان شاء الله على طبق التقديم. والان هاوليك غادي نحلو على طبق التقديم، يعني والله جا بزاف برين، جا حلو والبنه تاع التمر ما بانتش فيه. جا اكثر من رائع، مناسب بزاف لمرضى السكري والناس اللي دايره ريجيم، وايضا الناس اللي تحب تاكل الاكل الصحي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وان شاء الله تجربوها. واذا عجبتكم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات بيلحقكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى وصفات جديده ان شاء الله. رمضان مبارك.